بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليك سيدي أحمد الحسن ورحمة الله وبركاته. سيدي الوالد، لقد وضعتم نظام ونحن سائرون عليه بفضل الله ورحمته. والنظام يقول أن المنصب تبدأ طاعته عندما يأمر بطاعة الله وتنتهي طاعته عندما يأمر بمعصية الله، وفيما بين ذلك إن حصل خلاف ولم نستطع أن نحل هذا الخلاف نرجع إلى سيادتكم بهذا الخلاف. وكذلك بما يخص المكتب، إذا حصلت مشاكل أو عفوا حصل خلاف بخصوص أمور الشريعة وإلى ما إلى ذلك، وعدتنا أننا نستطيع أن نرفع السؤال عن طريق المكتب، والمكتب يرفعه لجنابكم من أجل أن تنظر به. قبل 3 أشهر سألناكم سيدي أحمد الحسن عن موضوع مهام مكتب النجف، وقلت اسألوهم وسيجيبوكم بسرعة. طول الموضوع فترة طويلة 3 أشهر، لحد ما اجى قبل فترة قريبة أجاب المكتب. في الجواب يوجد أمور عقائدية غامضة، وسبقت مجيء هذه الأسئلة حصلت في الدعوة مشاكل أمور عقائدية بنظري، انحرافات عقائدية كتبت عنها ولم أحصل فيها على جواب. فلذلك عملت يوتيوب اسمه بانوراما الدعوة اليمانية، الحلقة 9، مناقشة مهام مكتب النجف حول مهامه التي نشرها على صفحة الفيسبوك، وبعثته على شكل سؤال يرفع لجنابكم الكريم إلى مكتب النجف، وهو موجود على صفحتهم بالفيسبوك. ولكن جاء الجواب أن الأخوة يريدون أن يجيبوا، وظهر لا يريدون أن يرفعوا السؤال. هذا اليوتيوب المشكلة فيه أنه إحنا قاعد نسأل عن أمور عقائدية، ما عندي مشكلة شخصية. نعم توجد إخفاقات، أن الأخوة بالدليل أقصوا مجموعة أثبتت أنهم يقصون مجموعة وأقصوا أسئلتنا، ولكن الأهم بالموضوع توجد أكو خلافات عقائدية، أكو مشاكل، يعني أمور عقائدية يجب أن تتوضح، ومن غير المعصوم أنه من غير المعقول أن لديه معصوم وأسأل بالأمور العقائدية شخص غير معصوم، ولا ما فائدة وجود الإمام؟ هذا ناهيك سيدي عن أمور أخرى إدارية في الدعوة، من إقصاء ومحاربة وتكبر وتجاهل. فأرجو من سيادتكم سيدي، بما أن الأمر عقائدي وبما أنه الإمام للجميع ليس لفئة دون أخرى، أن تجيبون على هذا السؤال. يا سيدي يعني ما معقول، أنت ما أعتقد أن جنابكم الكريم يرضى أنه مكتب النجف اللي يمثل الإمام يقصي فئة ويقرب فئة، يتعامل بانتقائية. والله العظيم يوجد أنصار تركوا رفع الأسئلة السيد أحمد الحسن. لماذا؟ يقولون ما الفائدة أن نكتب الأسئلة وهي لا ترفع؟ فهذا الأمر لا يرضيكم. وإلى الأخوة الأفاضل في مكتب النجف للمرة المليون، يا أخوة ما عندنا مشكلة شخصية معكم، الله يوفقكم. أنا عندي شكوى عليكم وعندي أسئلة عقائدية للإمام، ارفعوها للسيد. هذا اليوتيوب هو أمانة ترفعوها إلى السيد أحمد الحسن، هذا حقي. فالله يوفقكم، حافظوا على الأمانة. وبعدين يا أخوان يعني ما معقول على مو سؤال واحد المهام نطور 3 أشهر وأسوي 5 يوتيوبات. يعني ما معقولة يعني، والله نشفت حلوبنا. فالله يوفقكم يا أخوان، ارفعوا السؤال خلي يجينا الجواب، من أجل أن نستفاد ويستفادون جميع الأخوة الأنصار. وإن شاء الله الأخطاء اللي حصلت والإخفاقات تتصلح ولا تتكرر بإذن الله. ولكن طفح بنا الكيل، انتهى. نريد أن ترفع هذه الأسئلة والإخفاقات إلى الإمام. شكرا جزيلا.